السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم غنحضر معكم تحليه بدون فرن. وكنحتاجو فيها اطرو ديال الحليب وهاد البسكوي، وعندنا هنايا 3 معالق ديال الكاكاو، وعندنا هنايا 4 معالق ديال مايزينا ولا غير دقيق عادي. انا كنستعمل غير دقيق عادي ماشي مشكل. وعندنا هنايا 4 المعالق ديال السكر سنيده، وعندنا 2 ديال الفلون و2 ديال الفاني. المهم تقدروا ما تستعملوش الفاني ماشي مشكل. المهم خليكم معايا تشوفوا طريقه التحضير. المهم اول حاجه غنديروها في كاسرونه هي غنكبوا السيترو ديال الحليب، من بعد غنحطوا عليه الفلون، كما كتشوفوا هكا. من بعد نحطوا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، من بعد نحطوا 1 ديال الفاني، نخلطوا هادشي مع بعضياتو مزيان. من بعد ما خلطنا هادشي مزيان غنحطوا 2 معالق كبار ديال النشا ولا الدقيق. المهم انا كنحط غير الدقيق العادي يعني ديال الفورس وصافي، ماشي ضروري تحطوا النشا. نخلطوهم مزيان ودابا غنحطوهم على نار مهيله. المهم كما كتشوفوا البنات انا حطيته دابا على النار. دابا غنمشيو نوجدوا الطبقه ديالنا ديال البسكوي. ومن بعد ما كيوجد لينا الفلون البنات كنحيدوه على النار، وكنجيبوا المول اللي غنحطوا فيه الطار ديالنا، كنحطوا شويه ديال الفلون بسم الله بحال هكا، وكنوزعوه بحال هكا البنات. ومن بعد كنجيبوا شويه ديال الحليب كنديروا فيه البسكوي ديالنا بحال هكا، كما كتشوفوا. هكا بحال هكا البنات. ودابا غنجيبوا الفرون ديالنا ونحطوه بحال هكا. كما كتشوفوا، وغنخليوه شويه في الثلاجه واحد 5 دقائق. ومن بعد غنرجعوا نديروا عليها عاوتاني الطبقه ديال البسكوي، وغنحضر معكم الطبقه الثانيه. وفي نفس الكسرونه البنات كنحطوا نص لتر ديال الحليب، واحد فاني، يعني ماشي ضروري تحطوا الفاني، كان متوفر عندكم. ونحطوا واحد الفلون، و2 معالق كبار ديال السكر، نخلطوهم مزيان. من بعد نحطوا عليهم 2 معالق ديال الدقيق، ودابا غنحطوهم على النار حتى يبداو يعقدوا لينا، وغنحيدوهم وغنحطوا فيه
3 د المعالق ديال الكاكاو. ومن بعد ما كيوجد لينا الفرون ديالنا البنات كنحطو عليه 3 د المعالق كبارين ديال الكاكاو بحال هكا. بحال هكا كما كتشوفوا. دابا غنطفيو عليه النار، غنمشيو نحضروا الطبق ديال البسكوي. ودابا البنات غنوجدوا الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. كما كتشوفوا المهم البنات غنكملوا بنفس الطريقه وغنرجع لكم. ومن بعد ما سالينا البنات دابا غنحطوا طبقه ديال الكاكاو، نحطو غير بشويه باش ما يطلع لينا داك البسكوي الفوق. بحال هكا كما كتشوفوا. المهم البنات دابا غنخليوها تبرد شويه، غنحطوها في الثلاجه واحد الساعه ولا ساعتين، ومن بعد غنرجعوا نزينوها. يعني التزيين البنات كيبقى اختياري على حسابكم نتوما شنو كتبغيو. انا غنزينها بهذا البسكوي. المهم البنات دابا راني حطيتها في الثلاجه، غنستنى عليها واحد الساعه ولا ساعتين وغنحيدها وغنزينها ان شاء الله. ومن بعد ما جبدناها من الثلاجه البنات، بعد ما دازت عليها ساعه كما كتشوفوا باش شاده راسها. دابا غنزوقها بهذا البسكوي. يعني التزيين كيبقى اختيار، تقدروا تخليوها غير هكا ماشي مشكل. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انكم تجربوها حيت كتجي زوينه بزاف والله العظيم. واخا فيها المقادير زعما بساطين ماشي شي حاجه، ولكن في نفس الوقت كتجي بنينه وزوينه. المهم نتمنى تعجب لكم وتهلاو في راسكم وبسلامه. كما كتشوفوا البنات هكا كيفاش كتجي، صراحه كتجي زوينه بزاف. المهم نتمنى تشتركوا في القناه ديالي يا البنات وفعلوا الجرس وديروا لي معكم شي لايك وشي تعليق هكا زوين. وشكرا بزاف وتهلاو في راسكم.